السلام عليكم. هتكلم كده في نقطتين يعني سريعا. اول حاجه، انا بعمل الفيديو بتاع فتح التابلت بدون اي مقابل، دي اول حاجه. فبعد اذن حضرتك او بعد اذن حضرتك انا برد على الناس كلها في الوقت اللي ببقى متاح فيه ان انا بعرف ارد وبساعدك. فمالوش لازمه قله الادب او التطاول عليا في الكومنتات او تخش على الواتساب تقله ادبك عليا. ده بعد اذنك يعني. خلاص، دي حاجه. الحاجه التانيه، انا شارح كل الخطوات بالطريقه وحاطط لك الملفات وحاطط لك كل حاجه في المرفقات. انا هعمل ايه اكتر من كده؟ حضرتك ما عندكش خبره، انا اسف ليك، روح لحد عنده خبره يفك لك التابلت، بدل ما تخش اصل حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، اصل التابلت جاب شاشه سودا، اصل مش لاقط بيعمل صوت. طب ما انا ايه يا جماعه، الموضوع بيعمل كده كل حاجه، انا هعمل ايه تاني؟ طيب انا جايب لك الملفات لحد عندك محطوطه ورافع لك الطريقه وعامل لك الخطوات وشارح لك على الشاشه وعامل لك كل حاجه. ايه لازمه حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، ربنا ينتقم منك، ايه يا جماعه في يا جدعان؟ بعدين انا مش صغير، انا عندي 40 سنه، فاهم؟ انتوا كلكم اصلا 17 18 سنه و20 سنه، وفي ناس بتاكل عيش من ورايا ما بتكلمش، بيقعد يقول لي معلش في تابلت خش اعمله لي باني ديسك، خش اعمله لي، ما بتكلمش بقى، بعمل لاي حد اي حاجه. بس انا اسف، انا بني ادم وعندي عيشه وعندي حياه، انا مش تحت امرك تكلمني الساعه 3 4 الفجر والمطلوب مني ان انا اكلمك يعني ارد عليك. انا اسف يعني، اللي بعرف ارد عليه والله برد عليه، ما بقصرش مع حد ولد وبنت. فبعد اذنكم يا جماعه انا بشرح الطريقه بالخطوات بكل حاجه، انا ولا بقص ولا بعمل ولا بطلب منك جنيه. هتتكلم بادب وباحترام وبذوق هساعدك، مش هتتكلم اتفضل حضرتك شوف اي حد تاني يعمله لك، بعد ما يقفله لك زي ما كنت بشرح قبل كده ويعمله لك ويلبسك في حيطه يقول لك انا عايز 400 جنيه و500 جنيه. تمام؟ بصوا يا شباب، تابلت اهو بتاع الثانويه العامه. تمام، نفتح الاعدادات، هنخش هنا على اخر حاجه اهو. تمام، هنجيب هنا معلومات البرامج، الفيرجن بتاعه اسمه جي 2 جي 2، يبقى ده هيتفك على جي 2. بقول لكم اهو كل حاجه بالخطوات، والتابلت اهو والكابل اهو اهو. تمام، هنوصل الكابل في السوكت بتاع التابلت، وبصور بايد واحده مش بقطع فيديوهات. تمام، البرنامج اهو اسمه فيرجن 20. تمام، هنيجي على الخطوه الجميله دي، هنبقى واقفين هنا على يوسونيك. تمام، ونقف هنا على الخطوه دي والتابلت اهو بيفتح، هنقف على دي ونعمل كده، هيطلع لنا مسج ان الجهاز هيبقى فيه خطر، هيخش في وضع المود، هندوس علامه يس. تمام، المفروض ان الخطوه دي المشكله اللي بتقابل اغلب الناس. بنعمل ايه؟ بننزل برنامج التي اف تي. فين التي اف تي حضرتك؟ موجود في المرفقات. تمام، التي اف تي اهو موجود وكل حاجه موجوده عندنا بالتعريفات بكل حاجه، ما عندناش اي حاجه غريبه. تمام، بنشغل البرنامج كده. تمام، بنسطب واحده واحده، اول واحده وتاني واحده وتالت واحده ورابع واحده وخامس واحده والسادسه والسابعه والثامنه والتاسعه. مش عايز حضرتك تسطب التاسعه ما تزعلش نفسك، مش عايز تسطب حاجه خالص براحتك، انا مش بفرض عليك حاجه. تمام، براحتك سطب كده اول واحده وبندوس انستول درايفر، نيجي هنا كده وندوس نيكست فينيش وبس. تمام، لحد ما تخلص الحاجه كلها. بعد ما تخلص نفتح تاني الفيرجن اهو، خلاص، وندوس هنا على دي زي ما هي كده محمله، ونفضل مستنيين نشيل ونحط تاني. تمام، تابلت قطع اهو، ما عملناش اي حاجه تانية، خلاص. والصوت اهو بتاع التابلت عمال يفتح ويقفل على السماعات، يعني لازم يبقى عندك سماعه عشان تسمع الصوت. تمام اهو، خلاص يا شباب، متفقين كده؟ التابلت مات وجاب شاشه سودا ومش عايز يشتغل، بنشيل الكابل بيعمل صوت، بنحط الكابل بيعمل صوت. دي مشكله الناس كلها اللي بتشتكي في الكومنتات. تمام اهو، تاني نشيل صوت، نحط صوت. هنعمل ايه بقى بعد كده؟
تمام يا شباب، الشاشة سودة اهي، الشاشة سودة. هنخش بعد كده على الفيرجن بتاع ال150. تمام، هنفتح البرنامج بتاع ال150 فيرجن اهو، بتاع ال150. تمام اهو. هنيجي على تاني اختيار، اخر اختيار من تحت اللي قبل الاخير. تمام، اللي هو الفي دي ال تي 816. هنختاره كده. تمام، ونختار الفيرجن بتاع التشفير. تمام اهو اهو. البي ال اللي انا كنت شغال عليه ده اسمه جي 2. اخر حاجة هنا اسمها جي 2. فين الجي 2 اهو. تمام اهو جي 2، ونعمل اوبن. تمام، هو كده مستني. هنيجي هنا على التابلت وندوس اب اند داون مع بعض، تعلي الصوت وتوطي الصوت مع بعض. تمام اهو. مع باور 3 مع بعض اهو. معلش عشان انا بعمل بايد واحده وماسك التليفون بالايد التانية، انا اسف يعني ان محدش بيساعدني. تمام، بيكتب لك هنا يو اس بي ريموفد وانت بتعمل الحركه دي اهو. تمام اهو ماشي. المفروض في الحركه اللي جايه نلاقي التابلت هنا فتح وجاب سامسونج. تمام يا شباب، انا عملت اي حاجه فيها افتكاسه؟ عملت اي حاجه غلط؟ قطعت فيديو او عملت حاجه؟ انا بس وقفت ما بين ال200 وال150 ان في ناس بتخش عليا بس. تمام، انا بقول المره التانية يا جماعه بعد اذنكم، بعد اذنكم محدش يقل ادبه عليا في الكومنتات. انا بعمل حاجه ببلاش ولوجه الله، ويعني لو حد عايز يدعي لامي ولابويا اكتر من كده لا. تمام، انا ولا بطلب منك تعمل لي اشتراك، ولا بطلب منك تعمل لي سبسكرايب، ولا بطلب منك حاجه. تمام اهو يا شباب التابلت. تمام، نعمل كده تاني اختيار فورمات فاكتوري بسهم تحت او اللي هو بتاع تعلية الصوت، وبندوس هنا كده اوكي. ننزل تاني فورمات ريسيت داتا وندوس اوكي. تمام، التابلت شغال اهو. هفصل الكابل. تمام يا شباب، هو كده فتح اهو. الخطوه قبل ما يجيب لك سامسونج دي بتطول شويه، بتاخد لها حوالي 3 4 دقايق. انا اللي بجري الفيديو عشان الوقت بتاعكم وبتاع الفيديو نفسه ما يبقاش طويل قوي. تمام بس، لكن مفيش اي حاجه تانية غلط بتحصل. تمام، هندوس ستارت، اجري. اجري. اوكي ماشي. هندخل هنا مثلا واي فاي. تمام، الخطوة دي برضو مهمة جدا، عشان في بعضكم لما بيستعجل وبيكمل الخطوات دي بيفتح التابلت يلاقيه قلب معاه مساحة 8، لازم يعمل الخطوة دي عشان التابلت يتقرا معاه مساحة 32. لازم، انا باكد اهو مرة تانية، انتوا اللي بتجروا الفيديوهات مش بتسمعوا الكلام لحد الاخر. في حاجات ما ينفعش فيها الجري، لازم تشوفها من الاول للاخر. امشي معايا بالخطوات واحدة واحدة وان شاء الله يكمل معاك.
ماشي. انا كده مستني بس تظهر هنا علامه باك، عشان اعمل باك يطلع لي علامه ريسيت، عشان يرجع يعمل لي المساحه 32 جيجا، وتظهر الكاميرا وتظهر بقيه الفيتشرز نفسها بتاعت التابلت. تمام يا شباب، هي دي اللي انا بقصدها. بدوس باك وبعمل هنا ريسيت، كده انا رجعت التابلت من مساحه 8 لمساحه 32. تمام. انا بقول لك برضو من البدايه انت هيقابلك مشكلتين: مشكله الشاشه السوداء اللي بعد الكيل مود اللي هو وضع الموت زي ما بيقولوا يعني، والمشكله بتاعه البرنامج اللي بيعديك من الحته بتاعه الاف ار بي او ان انت تعرف تفتح التابلت من بعد القصه دي. في برنامج انا منزله وكاتب لكم اليوزر نيم والباسورد. هو البرنامج ده ليه مشكلتين: ان هو بيسجل 3 اجهزه بس. فطبعا انت مثلا حضرتك دلوقتي دخلت، اكيد بتخش خلصت التابلت بتاعك بتاخده وتمشي، ولا حد بيخش يدلته ولا حاجه. انا بخش كل فتره بدلت الحاجه دي. فبعد اذنكم لو حد عنده مشكله في الموضوع ده عادي انا بخش اعملها، او انت خش عندك من الكمبيوتر خش باليوزر نيم والباسورد هنا كده. البرنامج اهو، تخش هنا كده في مانج ديفايس. تمام. انا كاتب لكم اليوزر نيم والباسورد عندكم في الوصف تحت. تمام. بصوا مثلا دي الاجهزه اهو، في ناس اهي مثلا دخلت يوم 31 اللي هو النهارده، خلصت الجهاز بتاعها وخلاص خد بعضه ومشى بس. فاحنا بنعمل كده ديليت للاجهزه خلاص. بس كده انا هعرف اخش واكمل شغلي عادي خالص من غير اي مشكله. تمام. على نفس الفايل اللي انا عليه في صوره كده انا حاططها لكم بتاعت الباركود اللي احنا هنكمل بيها بقيه الخطوات اهي يا شباب. ثواني معلش اهو. لما نيجي نفتح الفايل كده بعد ما نكتب الباسورد اللي انا كاتبه لكم برضو في الوصف، هتفتح كده الصوره. تمام. الباركود اهو ماشي. وان شاء الله برضو هحاول يعني احطه لكم في الفيديو عشان لو حد ايه مش عايز يفتح ويرجع تاني وكده يبقى يعني اسهل عليكم شويه الموضوع. ماشي. تمام يا شباب، احنا كده ايه الحمد لله خلصنا. هنعمل هنا هندوس هنا كده 3 مرات على التابلت، 3 مرات اهو ورا بعض 3 مرات خلاص. هيقوم جايب لك الاسكان بتاع الكيو ار. هنفتح كده ونبصصه على الكيو ار اهو. تمام. هندخل الواي فاي. ثانية بس ايه احولها. تمام. هنيجي بعد كده على نيكست. هنجيب بعد كده الرسالة دي، هندوس use only shield. تمام. بعد كده هندوس على continue عشان بس ايه مشكلة الشغل بالايد الواحدة. تمام. هندوس next. هنعمل هنا sign in من هنا كده اهو. next next next. تمام. هنكتب هنا اليوزر نيم والباسورد. علي سام. ماشي. محمد شباك 1 2 3. next done sign in.
نيكست. معلش نعمل باك، هنعمل ديفايس ده ادمن كده، ونعمل هنا اكتف. نيكست فينيش. تمام. هنيجي هنا على اب مانجمنت. تمام. نعمل هنا سيرش، نكتب نوكس، نعمل كده ديسيبل لكل الكنوكس. تمام. كده احنا ايه خلصنا. accept agree. تمام. انا ما عملتش اي افتكاسة ولا عملت اي حاجة غريبة. خلاص. بصوا يا شباب، معلش الابلكيشن ده لو حد مضايقه عايز تشيله، هتشيله ازاي؟ لو جيت كده عملت عليه انستول، خلاص المفروض ان هو مش هيرضى. هتقوم داخل هنا كده في السيتنج. تمام. وهتكتب هنا كده ادمن اهو، ادمن ديفايس ادمن اب. تمام. المفروض دي كده هتبقى معموله انيبل كلها. لا، انت هتشيل الانيبل دي، تخليها كده ديسيبل. خلاص. بعد كده هتخش هنا تلاقي حاجه اسمها هنا كده اسمها اونر في الابلكيشن، هتلغيها بس. خلاص. بعد كده تشيل البرنامج، هيتشال معاك عادي خالص، مفيهوش اي حاجه. تمام. هنعمله هنا كده هو انستول. البرنامج اتشال اهو بدون اي مشاكل خالص. خلاص. في حاجتين بنبه عليهم تاني. انت دلوقتي التابلت لو جيت تفرمته تاني هيرجع للمنظومه، لان انت السيريال بتاعه لسه موجود على السيستم، انت ما خرجتش فعلي. خلاص. هتعوز بقى طبعا تغير السيستم. هتفتح برنامج اسمه سامسونج اب، اسمه سام. تمام. وبعد كده هتخش جوه، هتلاقيني حاطط لك السيريال نفسه بتاع اهو، اسمه سام اف دبليو تولز، وهتلاقي السيريال نمبر هنا بتاع الجهاز اهو. هتاخد السيريال ده تحطه مكان التاني، مكان الجهاز الاصلي، بس عشان لما تيجي تفرمته تاني، ده لو فكرت يعني تفرمته بدل ما تخش تلف اللفه دي كلها تاني، هيفضل شغال معاك ويبقى زي الفل. تمام. حته اخيره يا شباب، معلش الناس اللي عايزه تغير السيريال، شايفين السيريال هنا عامل ازاي؟ طيب هنغير السيريال ازاي؟ هنيجي هنا على سوفت وير، نيجي هنا على بيلت نمبر، هنفضل ندوس عليه كده لحد ما يجيب لك ايه ديفلوبر مود بقى انيبل اوريدي. هنيجي هنا على ديفلوبر اوبشن، هننزل هنا على يو اس بي ديبابنج اللي هي دي، نعمل لها انيبل. خلاص. هنفتح بعد كده البرنامج ده برضو موجود معاكم في الحاجة عشان محدش يتكلم. هنختار ADB مود اهي، ADB اهي. هندوس على سيريال هنا، هنستنى لحد ما يعمل هنا. خلاص. وهيجيب لنا هنا زي مسج كده، وهتدوس عليها allow. السيريال اهو. تمام. احنا معانا السيريال كنا حاطينه في الفايل هنا، في التكست فايل ده اسمه سيريال نمبر. السيريال اهو، هناخده كده، السيريال الجميل بتاعنا الحلو ده هناخده هنا كده من هنا، ونيجي هنا هنعمل بيست، ونعمل تشينج سيريال نمبر، والسيريال الاصلي اهو. عايزين نرجع كل حاجه زي ما كانت، هنقوم واخدين كوبي ونرجع ده هنا فوق ونعمل تشينج. احنا عايزين دلوقتي نغير عشان لما نفرمت الجهاز ما يحصلش حاجه. هنعمل كده تشينج سيريال. تمام. في مسج اهي لازم تطلع ونعمل عليها اوكي. هنفتح هنا ونستنى لحد ما تطلع.
تمام. بنشيل الكابل وبنحطه تاني. المسج اهي، نعمل always allow. سيبه، هو بيحب يلعب لوحده. تمام. هنيجي هنا كده خلاص. وهتلاقي الجهاز قفل وفتح. تمام. تمام يا شباب، المفروض كده ان السيريال اتغير من ده لده. سيبك من كلمة فيلد، هتيجي هنا كده على الجهاز السيريال نمبر اهو اتغير. تمام. هنرجع تاني هنا على الجهاز، لو دوسنا على جي هيقرا معلومات الجهاز بتاعتك. ده السيريال اللي احنا الاصلي بتاع الجهاز، وده السيريال المتغير. تمام كده الدنيا معاك اتغيرت. فرمت بقى واعمل اللي انت عايزه. تمام. خلصنا تابلت. احب بس اقول لكم مبروك، ومحدش يزعل سواء عديت او ما عدتش. ربنا يوفقك في اللي جاي، وما تفتكرش ان الثانويه العامه هي نهايه المطاف. ربنا يوسع عليكم ويكرمكم، والحياه لسه قدامك. ما تضيقش تفكيرك ان انت لا قدر الله شلت ماده، عدت، عملت حاجه. لا، طريقك مكتوب ومحدش عارف الخير فين. تمام. يعني بس اهم حاجه كل واحد يعمل اللي عليه ويفتكر ربنا في الاول ولا في الاخر. تمام. يلا، السلام عليكم.